شارع العرب بنص الليل، فعلا تحس نفسك بدولة عربية، ما تحس نفسك بلندن. كل هنا عرب، وهاي بنص الليل الساعة 10 تقريبا. هاي صار مشكلة هنا، اي والله مشكلة حلوة بداية الفيديو، مشكلة الله يستر. والله حبيت اشوفكم شارع العرب بالليل، اجواء كلش حلوة. يعني انا مو من عوايدي اطلع بالليل في وقت، تلقاني بالبيت نايم. بس اليوم ما اعرف تاخر الوقت، فقلت يا ولد روح شوية افطار اطلع شوف ناس عالم بالليل. راح نروح للمطعم هسه، شوف انه مطعم حلو. فانت لازم تزور شارع العرب اذا جيت لندن، من هي الوجهة السياحية للعرب. وتقدر تقول انه هو شارع امين وغير امين. امين انه تتكلم عربي ويساعدوك الناس واكل وكل من عده، يعني تحس نفسك فعلا دولة عربية. ومو امين اغلب يعني المطاعم، مو اغلب يعني تقدر تقول النص المطاعم او الكافتريات يعني شوية عندهم غش. اول شيء غش واستغلال، يعني الاسعار يبيعوها غالية بسبب الناس يجون هنا وما يعرفون، فيدبلون لهم السعر 4-5 مرات دبل السعر. وبالنسبة للنراقيل وهاي الشغلات، تصور المعسل يحط لك نص جديد ونص مستهلك قديم. وبالنسبة للأحذية عزكم الله، أو الصيدليات أو العطور كله دبل الأسعار، دبل صيدلي. حتى العلاج دبل، والله دبل العلاج. أنا عارفه والله دبل 3 مرات 4 مرات، لأن هنا الناس يجون سياح ومحتاجين العلاج مثلا، محتاجين شغلة فيدبلون السعر بحجة إنه الأسعار الأجارات غالية. طيب إكسفورد نفس الأجارات بعد أغلى وما يبيعون هيك أسعار. لكن هي هاي بعد شو تسوي، هاي القوميتنا اللي ابتلينا بيها. لكن مو الكل، تقدر تقول النص. شوف ما شاء الله كنا بدولة عربية، شوف المحلات مفاتحين والناس عرب، ما تحس بغربة أو شيء. هاي هنا حلويات شامية دمشق، بس كلش حلو يسوون هنا. حارة الدنيا اليوم، وهجم علينا الصيف بالخريف وهجم علينا الصيف. يعني احنا بالصيف كنا درجة الحرارة 12 بالصبح، الظهر 15 توصل، ما شايفين شمس. جاء الخريف لازم يكون جو شوية بارد، لا والله درجة الحرارة 35. شوف الناس ايش قد نايمين بالشارع. هذول هم مختارين، هذول اصول رومانية، الغجر، الجبسي او تسيكاينة بالالماني. هذول هم هنا عايشين، يعني هم يحبون عيشة الشارع، ويحبون انه الناس تصدق عليهم، ويحبون انه هاي حياتهم، هاي الحياة يستمتعون بيها، يعني مصدر دخلهم هيك. فهنا اول ما تجي كل شيء موجود، سيم كارتات، تليفونات. بس الفنادق غالية هنا جدا غالية. هاي بالعشرة بالليل وهيش الناس، هذا يبقى ل3 بالليل الشارع هيك. حلويات ومحلويات، يعني اغلبه اكل ومحلات تليفونات وشيش. شيشة يعني نرجيلة. ماكدونالدز يبقى مفتح هنا. هاي الصيدلية تتكلم وياهم عربي هنا، نراقيل، حلاق نسائي رجالي، كل شيء موجود يبقى مفتح. يعني تصور حلاق بالعشرة بالليل مفتح. هنا الناس يبدي الحركة والشغل بالليل، لأنه الصبح السياح نايمين يوعدون الظهر. وين يروحون؟ الإكسفورد ستريت، يشترون هالملابس، هالعطور، الميك اب، يروحون ساعة بيك بين وما يعرف وين، يجون بالأخير هنا بالليل يتعشون ويعيشون أجواء عربية بلندن. شوف الزي العربي، أزياء عربية. هذا قبل فترة كنت عندك كشري، هذا المطعم المصري كلش حلو، بس لسه عاجبني اكل كباب.
مطعم اربيل يسوي الكباب كلش حلو وقريب على المحطة اللي ارجع بيها للبيت. كلش حلو الكشري، بس الدنيا حارة مو مال كشري، كباب شوية عاجبني. ما شاء الله الشارع فيه حركة كلش قوية. ثاني اللي ما يعجبني الاستغلال يعني، وبالاخص حتى انا شفت يعني صارت وياي، انا مقيم هنا وساكن هنا يعطيني السعر. اللي جاي مثلا من الخليج، وما اكثر شيء سياح الخليج والمصريين يجون هنا يبيعونهم بسعر ثاني، لكن الناس تدفع جاي تتونس، ولا يسكنون هنا يعرفون هذا الشيء ما يجون يشترون من عندهم. لكن اللي جاء مرة ومرتين يعرف. شوف هاي حمام مغربي، تجميل ليزر اظافر، حركة كلش قوية. هناك ورا الجسر الحركة شوية تقل، لكن هم اكو حركة. المحطة أجور رود هناك، محطة أجور رود شارع العرب اللي هو أجور رود ستيشن. وأيضا هناك في مطاعم كثير، وهناك المطاعم أطيب من اللي هنا وأرخص، وحتى يعطيك أكل أكثر وخدمة أحلى. هنا المطاعم ياخذون من عندك خدمة على حسب، يشوفوه مثلا لابس ملابس فخمة ومبين عربي وجاي جديد أول مرة يقولوا له مثلا 20 باوند، مثلا إنجليزي يقول له 10 باوند، مثلا إحنا العرب هنا المقيمين الشباب اللي نعرفهم 5 باوند. وهاي الخدمة ما مسجلة بالمنوي أو منوي، ما أعرف مينو والله ما أعرف الورقة اللي بيها الأكل. يعني هاي تجيك سبرايس، يعني أنت تحسب حسابك مثلا نقول ماكل مثلا نقول ب30، يجيك الحساب 40. ليش؟ الخدمة بعد منو يجيب لي الأكل؟ أنا أروح أجيب الأكل من المطبخ. ونسبة أسعار الفنادق هنا جدا غالية. شوف هذا الفندق ما شاء الله، هنا الأسعار جدا جدا غالية، وعلى مدار السنة غالية، لأنه لندن مدينة سياحية مو بس بالصيف، بالشتاء أكثر. هذا هم فندق، لكن هذا أكثر شيء، هذا بس غالي. هذا غالي هذا الفندق، بس فخم، أعتقد نجمتين 3 نجمات، بي بار وبي مسبح. شوف البار مالته، مو بس عرب يجون هنا، أيضا يجون أوروبيين، اللي أوروبيين شرقيين، لأنه هنا أجواء شرقية. شوف بعد الجسر شوي قلت الحركة. هناك الستيشن، هاني مطعم هناك اروح اكل وارجع للبيت. هسه انت كأنما دا تمشي في شارع العرب، اذا تكمل الفيديو للاخير كأنما ماخذ لك جولة في شارع العرب. شوف الفخامة، ناس قاعدين، هاي اللوبي. اليوم الجو حار بوخة. ومع العلم كان شوف الفندق من جوا ما شاء الله كلش حلو. ومع العلم اليوم الشمس يعني من بين الغيوم، ودرجة حرارة 35. حتقول 35 بالنسبة لنا حلوة وباردة، يا جماعة احنا مرتفعين على سطح البحر، فالشمس أقرب علينا منكم. فيعني من تجينا الشمس نفس اليوم يتغير لون البشرة، نفس اليوم يصير حد مال التيشيرت بالايد بالذراع، على حسب اللبس اللي لابسه يتخطط. يعني انا يعني ديناتي تقريبا 3 الوان، 3 انواع على حسب. هاي شوف هاي الستيشن قدامك، هذا بكر لاين، انا اسميه بكر لاين اللي هو يعني كل مربوطات سوية، وشغال تقريبا 12 بالليل. والخط مالتي الثاني اللي يروح على المطار
شغال على مدار الساعة ما يوقف. هذا مطعم فتح جديد دونر كباب. وهذا شارع العرب بالليل كلش حلو ما شاء الله. شوف الخليج موجودين. وبالنسبة للناس اللي تقول سرقات وما سرقات، يا جماعة ترى أنا بعض الأحيان والله أشوفها كذب. يعني صار قدامي كذا حالة لكن شوية خلصوا له الوضع. أنا أشوف سوء إهمال من الشخص ويدخل أماكن ويبقى بوحده وما يدافع عن نفسه، أو الناس تقول هيك حتى يجيبون بس مشاهدات على التيك توك على اليوتيوب. استحصل بس قليل قليل جدا قليل. محلات كلها مفتحة. يعني هسه مثل ما نقول بدت طلعت اليوم الجو حلو، صار شوي أبرد لكن بيه حر. هذا فندق ثاني. خلينا أصور عادل جدا عالي. هذا بنو جديد فندق شقق سياحية. والله ما أعرف ما داخل ومعلوماتي ما تكفي. هذا أبو عفيف. أصلهم كراد عراقيين، نفسهم طيبة، أكلهم كلش 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 حلو. يسوون قص عراقي، لحم عراقي ودجاج على الطريقة العراقية، وكنافة ولحم بعجين وفلافل ودهينة وبقلاوة، كل شيء يعني هنا أكل عراقي. لا وأسعارهم زينة يعني. بس مثل ما نقول مليت من القص مليت كثير أكلت من عندهم. ويعطينا بالصمون العراقي. هنا شوية باردة حلوة. شوف هنا قلت الحركة لكن بي ناس. صدقوني يا جماعة اللي يريد يجي لندن والله ترى أمان، ماكو أي مشكلة. أنا أعرف في ناس يخافون يقول لك سرقات وما أعرف شنو، بس مو كله كلام صحيح، مو كلام كله صحيح. أنا زي تمشي ونسوان بحدهم بنات بحدهم ما حد إلا شغلة بحد. تحصل مشاكل عادي طبعا. مدينة بها 10 مليون أو أكثر من 10 مليون، شلون ما تريد تصير بها مشاكل؟ ما مع كل العقود تشابه. عقبالك أنت اللي شفت الفيديو اللي هنا سوق هالمرسيدس الله يرزق إياها كلش حلوة والله. شوف بنات بحدهم بالشارع يمشون ما حد إلا شغلة بحد. هذا هنا سوق الأحد. بكرة راح يصير باب الشرجة هنا. باب الشرجة هنا الشورجة هنا يفتح هنا مو ايه هنا. مطعم كباب كردستان. هم الكباب عند الكرات كلش حلو، مبدعين بالكباب من ايام العراق. هم فنانين بالاكل، عندهم اكل كلش حلو الكرات. هاي اسواق بابل، مجوهرات مليكة، فرح، كله بالعربي. بغداد وصريفة وذهب. خلينا ندخل المطعمنا. اريد اكل والله. اليوم افتريت كثير والله، تعبت. بكره اقعد مكسر. ابيع اضواء ما اضواء. هذا مطعمنا مو هاولير. اي هذا مطعم هاولير. خلينا ندخل نشوف بلكي عنده مكان. دائما مفول. لا زين اكو مكان. يلا خلينا نطمن جوا. الاسعار الفلافل، مقبلات، دجاجي، الحاجات كلها، كباب، تكة. هذه الاسعار. وهاي ضيافة. انا طلبت هذا بس 3 تكة لحم، تكة دجاج، وكباب شوي. وهذا السمك حلو. هاي مال عوائل، خوزي بالبرياني ومرق، باكر، كل شيء موجود، بقلاوة. هذا هو الماعون اللي يجي رز، وبعد شوي يجيبون الخبز. هذا ب16 باوند. ما اعرف يمكن يوصل ما اعرف كم، نشوف بالنهاية. طبعا كان الاكل حلو وسعره كله 20 باوند. اللحم والرز والخبز والمقبلات والبيبسي 20 باوند. سعر حلو وكان حلو. يا ريتكم وياي. انا بالعاده ما احب اصور اكل، لكن مرات شوي نغير الجو، نغير الالوان.
حتكون لهنا نهاية الفيديو. شكرا لحسن الاستماع.